لما المركب تكون ماشيه ما تلعبش فيها يا عم. الزمالك بيخسر نقطتين مهمين جدا جدا في سباق الدوري بعد التعادل امام فريق انبي بدون اهداف. تشكيل غلط من بدايه المباراه، توتر لعيبه الزمالك، قلق وخوف لعيبه الزمالك. ايوه انا عارف انا بقول ايه. لعيبه الزمالك كانت نازله خايفه، نازله متوتره، نازله قلقانه، اللعيبه اتشحنت بطريقه مش صح، وده اللي انعكس على ادائهم في الملعب خصوصا الشوط الاولاني. اتنين لعيبه في الملعب كانوا كافيين يوقعوا رتم الزمالك ويوقعوا اداء الزمالك، والزمالك ما بقاش لا ليه فاعليه لا هجوميه ولا دفاعيه. البدايه باحمد ربيع الغير جاهز تماما مفيش امل، حاولنا معاه مش قادر. وسيف الجزيري بيلعب بائس في خط الهجوم، وانك تقعد جنبك ناصر منسي، عداية دباغ، احمد فتوح اللي لو كانوا نزلوا من اول المباراه وشفت الشوط الثاني الزمالك كان افضل واحسن، كان على الاقل هيبقى ليك خطوره وتعرف تفنش هجمات بشكل احسن. بلس التغييرات، يعني تغييرات عبد الله السعيد بمحمد السيد وقعت الفرقه تمام. عبد الله السعيد كان ماشي كويس جدا، عمل كام ميس بوس، لكن كان هو اللي بيطلع الكوره وبيحط لك كوره على اليمين والشمال وبيطلع لك كور. خرجته فضيت الملعب. الزمالك بقى في اخر المباراه بعد كمان خروج بزيره اللعيبه بتدور على بعض، ما حدش عارف يلعب لمين وبيلعبوا اي كوره وخلاص. نقطتين يتحملهم الكابتن معتمد جمال، كامل احترامي ليه وليه مننا كل الدعم وربنا يوفقه للنهايه، لكن احنا بنتكلم وبعد المباراه دي ما تخلص خلال ربع ساعه ونص ساعه من دلوقتي خلاص القصه انتهت وكل الدعم في اللي جاي. المباراه بدات سيف الجزيري اساسي، محمود بنتاج بيعود للمشاركه اساسي، وبيلعب ايضا شيكو بنزا اساسي. احمد ربيع بيدخل في نص الملعب. شيكو بنزا راجل تديله، هو النهارده على فكره ما لعبش وحش لكن بيعمل حاجات غريبه وقراراته غريبه جدا في كور كتير. كان عامل جبهه على فكره واتحرك واشتغل وجري، لكن في بعض القرارات غريبه جدا. فانت ما يعني في اخر الماتش مثلا في كوره الونش حطها له وهو واقف بيتمشى ورا الباك، الونش زعل قال له قرب للكوره، مفيش. بزيرة بدأ ناحية الشمال وشيكو بنزا ناحية اليمين، بعد كده كان في روتيشن بين الاثنين، لكن بعد كده شيكو بنزا مسك الناحية الشمال. أول دقيقتين كده الزمالك كان بادئ بحماس شديد واللعيبة داخلة بغل كده شوية. خلال 3 دقايق بالظبط الغل ده اختفى بشكل كبير جدا. وكورة واحدة اتلعبت لأقطاي داخل ال 18، عمر جابر أنقذ هدف محقق. الزمالك النهارده فلت من هزيمة كبيرة أمام إنبي. جابر عمل بلوك وإنقاذ هايل جدا جدا بصراحة. انبي استمر في الضغط، عندهم جبهه حامد عبد الله ومروان داوود، جبهه قويه هجوميا ودفاعيا. يعني النهارده مروان داوود كان ضرب بزيرة كميه ضرب، لكن كان قافل الجبهه بشكل كبير. يمكن بزيرة هرب منه في كوره ولا كرتين منهم كوره انفراد، حرام عليك يا بزيرة. بيعرفوا يعملوا التحولات بشكل كويس جدا العجوز، يعني بيلعبوا كوره حلوه، بيعرفوا يطلعوا. حامد عبد الله سريع بياخد الخط ويروح. فرقه بصراحه محترمه ككوره، بعيدا عن الحاجات اللي هم بيعملوها بره الكوره دي وتضييع الوقت والكلام، بس تمام. انا ما لومش عليهم، انا لوم على فرقتي اللي ما كانش عندها شراسه وما كانش عندها غل وما كانش عندها حميه النهارده خصوصا في الشوط الاولاني. الزمالك مش قادر يطلع بالكوره بشكل كويس بسبب ضغط انبي، فبيبدا يلجا للكوره الطويله. وقلت كتير قوي هنا يا جماعه، محمود حمدي الونش انا بحب لعبك جدا، لعيب راجل ومهم جدا ومعاك انك تلعب اساسي في الزمالك، لكن الكوره الطويله اللي بتلعبها ملهاش اي 30 لازمه ودايما بنفقدها. المشكله الاكبر ان الشوط الاولاني كمان الزمالك كان بيطلع لقدام بشكل كبير جدا وبيسيب مساحات مع فريق هو بيشتغل في المساحات والسرعات الكبيره، سواء هتحوت او اقطاي او حامد عبد الله. الزمالك كان بيحاول الشوط الاولاني من ناحيه الشمال اكتر، ناحيه شيكو بنزا كان بيروح معاه عبد الله السعيد وكان معاهم بنتاج بيحاولوا يطلعوا ينظموا شويه هجمات كده للزمالك ما كانتش بتكتمل. عمر جابر طلع كوره من قدام حامد عبد الله في الاخر مسك الضمه وخرج، رغم ان هو كان ماشي كويس على فكره. بينزل محمد ابراهيم. احمد ربيع كان مصمم يخلص الليله النهارده كده. احمد ربيع معاه كوره في نص الملعب، عمل ميس باص غريب كده بوش رجله في نص الملعب، الراجل راح بيها، حامد عبد الله راح لك، ربنا ستر. محمد شحاته النهارده طلع كذا كوره كانت يعني كان ممكن نخسر زي ما قلت لك. محمد شحاته طلع الكوره دي بشكل كبير جدا. قلت لك ثغره في النص، احمد ربيع وجوده ثغره في النص. يعني عبد الله سعيد بيطلع يهاجم وبيدافع وشحاته بيعمل كل، لكن هو ربيع مفيش اللي هو خلاص طلعه. مش عيب اعمل تغيير على فكره في الدقيقه 10 الدقيقه 15. اقسم بالله العظيم انا لو مدرب بيفرق معايا اطلع لعيب عادي في الدقيقه 10 الدقيقه 12، مش مركز يطلع بره عادي جدا. الملاحظه المهمه جدا ان الونش ما شاء الله بيطلع في العالي وعنده جامب هايل جدا. النهارده الونش ما خدش ولا كوره عاليه في الشوط الاولاني، كانت حاجه كل الكوره العاليه اتاخدت من الونش وكانت بتلعب علينا بشكل مهم. طلع سعيد زي ما قلت لك عنده 41 سنه لكن بيتحرك قدام، يعني في كوره الجزيري عمل تاكلينج على الراجل والجزيري وعبد الله سعيد زرع نفسه على خط ال 18 بشكل هايل وخد فاول مهم، لكن محمود بنتاج بيلعبوا في فيرست تايم في الجون بشكل وحش قوي. بيت انبي وحارس مرماهم بودي ده ولا مودي ولا فودي كل شويه يقع كل شويه يقع كل شويه يقع كل شويه يقع. ايه يا عم ده الهاني سليمان ما كانش بيعمل الحاجات دي. الكوره كانت عبثيه قوي بالنسبه لي يعني. الكوره كانت الكوره على ال 18 بتاعتنا، محمد شحات طلع بالكوره بيدور على حد، احمد ربيعي لازق فيه، محمد شحات بيقول له وسع واطلع خد الكوره، بيجي تعالوا بيقول له العب لقدام، بيشوح له بيقول له العب لقدام.
طب بالله عليكم ده ديفندر الزمالك، هل ده كلام؟ الميزه في انبي انه بيقفل حلو قوي وبيطلع بالكوره حلو قوي، فدي ميزه كبيره جدا بصراحه. بنتايج خد كوره فيرست تايم كده، الجزير لعب كوره بدماغه ناحيه الجون من بعيد قوي. زي ما قلت لك انت بدات غلط، عندك رعونه، عندك خوف، عندك قلق، فهي دي النتيجه. طلع الشوط الاول بالمنظر اللي انت شفته ده. انت مهدي سليمان كان شكله مش مركز، كوره تقع من ايديه، بيطلع ياخد قرارات غريبه، كان حاجه شوط غريب. الشوطين بقى الراجل قال لك يعدل بقى ويصحح وينزل ناصر منسي واحمد فتوح، وخرج الاثنين اللي هم ايه موقعين رتم الملعب، ربيع والجزيره. الزمالك بدا ضاغط، الزمالك بدا يلعب، الزمالك بدا يشتغل، عبد الله السعيد بدا يتحرك، ركنيتين، واحده لونش الحارس بيطلعها والثانيه في العارضه، بدا الزمالك يروح. هي تاني بيلعبها عبد الله السعيد، شيكو بنزا بيزحلقها كده بدماغه لورا، لكن للاسف ما كانش في حد على القايم اللي واقف على القايم اللي هناك، والكوره برده من الحظ ما راحتش ناحيه الجول. 52 الفرصه الاهم في المباراه، الفرصه الاهم، الكوره اتلعبت لاخوان بزيره مواجه للمرمى، خد الكرة وعدى من المدافعين ودخل مواجه للمرمى، ولعب الكرة بشكل غريب جدا بره المرمى، كورة جون رسمي تحتفل وتخلص، تاخد 3 نقاط مهمين يقربوك للدوري بدل ما الموقف يتصعب عليك. احمد فتوح بيلعب عرضيه، ناصر منسي بيستلم ويريح لعبد الله السعيد اللي بيشوط الكرة حلوه جدا تيجي جنب العارضه، جول لمسها والله مش حاجه ما اعتبرهاش كورنر. فرصه مهمه جدا، الكرة راحت لناصر منسي لف وحط الكرة حلوه جدا كده بليسنج، صدها حارس المرمى راحت لبزيره والجون فاضي، هي خبطت فيه بصراحه، لو حط فيها قوته ورجله كان بقى الجون والجون كان فاضي. بعد الكوره دي قلت الكوره مش عاوزانا خلاص. طلع سعيد بيعمل اسيست لفتوح، كوره حلوه في الستة يارده بدماغه، فتوح بيلعبها من غير ما يبص. راح عندهم عناصر كويسه زي ما قلت لك، مروان داوود كويس جدا، حامد عبد الله كويس جدا، الواد صبيحه الباك اليمين حلو جدا النهارده، وهو ارهقه بصراحه، شيكو بنزا ارهقه لكن كان عامل جيم حلو جدا. فرصه كاونتر اتاك مهمه جدا لحمد عبد الله، ومحمد ابراهيم فضل معاه والراجل بيرفع، وكان في اتنين الناحيه الثانيه، لكن محمد ابراهيم بيحط رجله في وقت مثالي جدا. برده كاونتر اتاك مهم، محمد عبد الله لعبها بالعرض الناحيه الثانيه قبل ال 18، لكن محمود بنتاج بيعمل تاكلينج رائع جدا. التاكلينج ده راح لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد لعبها لفتوح، فتوح لعبها لناصر منسي في حلقه 6 يارده في حلقه الجون، لعبها في المدرجات. مش عايزاك. الموقف برضو الغريب اللي لك اللعيبه متوتره بشكل غريب، الكوره كانت كورنر ليهم، طلع مسكها مهدي سليمان، فرقه الزمالك كلها واقفه قدامه ما عدا بزيره وثلاث اربع خمس لعيبه قدام، لعبها برضو ايد ورجل بشكل غريب واستعجال اغرب. بزيره عايز يعمل كل حاجه في الكوره النهارده، عايز يرقص خطوط 3 4 لعيبه وخمسه، مش هيحصل يعني، في التكتلات مش هيحصل. طلع سعيد قبل ما يخرج برضه في كرة مهمة جات له على حدود ال 18، بينزل محمد السيد وبيقع رتم نص الملعب مرة تانية. دي سليمان كرة بالعرض ليهم، كرة سهلة تتمسك، راح لعبها برعونة نزلت للراجل ذكي على حدود ال 18، على حدود 6 ياردة، كان ممكن يحطها مرة واحدة، لكن هو جت في المهدي وطلعت بره. قرارات غريبة جدا النهارده. انت تتفرج على الماتش كده النهارده في اوقات كتيرة جدا، خصوصا الشوط الثاني تحس الزمالك ناقص لعيبة، لعيبه انبي منتشره ولعيبه الزمالك فيه جاب كبير جدا، في مساحات كبيره جدا في الملعب. طب احنا مطلوب مننا حد يا جماعه. 83 بينزل عداي وبيخرج بزيره، بزيره مهما كان حالته بس يفضل مكمل، نزل عداي ومبقاش فيه حد الا فتوح في الملعب اللي يقدر يعني يغير لك شكله ويلعب لك كوره لقدام. محمد السيد زي ما قلت في البدايه نص عمر عبد الله السعيد يمكن او اقل، مش قادر. بس رد على الناس اللي بتقعد تتكلم على عبد الله السعيد يقول لك دوره ايه في الملعب، او عبد الله السعيد كبر وحاجات كده يعني. قارن كده بقى من الميز، بص حسام عبد المجيد طالع عايز يحط الكوره من ورا الراجل، ويقول يا عم الترقيص في فيديو على التيك توك بيقول لك الترقيصه بنت مش عارف ايه دي خلصت من زمان. كورنر واتلعبت لحسام عبد المجيد وطالع لوحده، لعيبه برده بعيد نطحها كده بشكل غريب. في اخر المباراه كوره غريبه جدا ربنا ستر، محمد شحاته بيطلعها بشكل مميز جدا، انقذ بيها هدف كان هيبقى هدف قاتل في الزمالك. انتهي المباراه نقطه للزمالك في مباراه كان المفروض ناخد فيها 3 نقاط ونقرب للدوري اكتر واكتر. الاهلي عنده ماتش بعد شويه مع بيراميدز، نتيجته الله اعلم هتكون عامله ازاي. المباراه اللي جايه مع الاهلي يوم الجمعه الجايه. الزمالك ما بياخدش حاجه بسهوله، الزمالك لازم يصعد يعني، عشان تتوقع ان الزمالك كان يكسب الخمس ماتشات بتوعه يقول لك لا، الزمالك ما بيكسبش حاجه بصعوبه، الزمالك كل حاجه بيعملها بصعوبه. اتمنى الامور تهدى، خلاص خلصنا انتقدنا، هنقيم اللعيبه بعد المباراه دي والموضوع انتهى، وان شاء الله نركز في اللي جاي، ماتش مهم امام الاهلي يوم الجمعه. بالتوفيق للزمالك وان شاء الله خير، وباذن الله الدوري باذن الله في 100 عقبه باذن الله. شكرا.